أولا بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الإخوان الصحفيين والسادة الأعضاء الحاضرين معنا على هذا الدعوة هذه وهذا اللقاء. بالنسبة للمهرجان العوالي الموسيقية يعود مرة أخرى بعد غياب أزيد من 7 أو 8 سنوات، وأنا لا بد أن أوضح الساكنة السبب ديال الغياب ديالنا، على اعتبار أن مجموعة من الأسئلة كتطرح داخل يعني المواقع بما فيها مواقع ديال فيسبوك وانستغرام. بالنسبه للغياب ديال جمعيه اصدقاء بلا حدود كان لسبب بسيط، هو ان منذ الدوره ديال 2014 الدوره السابعه اللي تحدثنا عليها اللي كانت قمه في النجاح شهدت الجميع، فتم حرمان الجمعيه من المنحه الماليه لتنظيم المهرجان آنذاك بسبب التغيير اللي حصل في المجلس السابق. وبالتالي كانت هذه المدة كلها رغبنا على الساحة الفنية فقط، ولكن كان دائما التواجد ديالنا على أرض الواقع، وكان تواجد مهم جدا لابد أننا نشير ليه، اللي هو الإطار التضامني ديال الشعب المغربي اللي انطلق مع هذه المدينة هذه في الفترة ديال كوفيد. آنذاك كانت الجمعية دارت واحد النشاط كبير جدا استفدت منه الساكنة في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي. باش نرجع للنقطة ديال المهرجان ديال هذه السنة، انطلق هذه السنة واحد المجموعة كبيرة أو مجموعة صغيرة عفوا اللي كثير واحد النقاش داخل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المقاطعة. هنا كنجاوبهم أنا مباشرة، كنقول لهم بأن المقاطعة من حق أي مواطن ما دمنا نعيش في ظل واحد الديمقراطية داخل هذا الوطن التي تؤمن بالاختلاف وتؤمن بتعدد الآراء، ولكن أن تمارس حريتك هذا لا يعني أن تحرمني من حريتي كشخص أريد أن أعيش في سلام، بلد التسامح، في بلد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أنا ما غاديش ندخل لا دابا ولا مستقبلا في هذه النقاشات الضيقة ديال الفيسبوك، لأن كل واحد حر، ولكن ما هو واجب وقانوني هو أنك تدير واحد المجهود كبير جدا باش تجيب فنان أكبر لهذه المدينة، لأن المهرجان ماشي هو فقط الفن. المهرجان الشعار ديالو هذه السنة هو التراث في خدمة التنمية، والترابط ما بين التراث والتنمية هو ترابط كبير جدا. فمن كنقول مثلا يساهم في رفع من مستوى الوعي مثلا بأهمية التنوع الثقافي وتعزيز الحوارات الثقافية في مواجهة عمليات التنميط وإحباط أشكال ديال التعصب، بينما يمثل هذا التنوع القوة المحركة للتنمية على كل الأصعدة، ومنها الحياة الفكرية والروحية والممارسات الإبداعية بشكل عام. إذا نحن إن شاء الله مقبلين على واحد مهرجان اللي كيعطي فرصة للشباب ديال ولاد الرحيل في إظهار الإبداعات ديالهم، ولهذا غادي نمشي مباشرة باش نذكركم بأن البرنامج ديال هذه السنة فيه شقين. الشق الأول اللي كيهم التنشيط الفني اللي داخلين فيه سهرات على امتداد 3 أيام، اللي غادي يعرف مشاركة مجموعة من الفرق المحلية كجمعية أمل قناوة، كميزان فرقة الميزان، يعني أمل قناوة الصغار، وفن أحواش برئاسة الحاج حسين أجمع ومحمد أبو دراب، اللي هما من النوابغ ديال هذه المنطقة في إطار تشجيع التراث ديالنا وفي إطار تشجيع الفن الأمازيغي الأصيل اللي هو متجذر في هذه المدينة هذه، على أساس أن هناك انفتاح مرة أخرى على الجهة وبالتالي على المستوى الوطني. بالنسبة للجهة كنتواصلوا مع فنان كبير اللي هو العربي أمغران، اللي غادي يتحفنا بمجموعة من الأغاني ديالو اللي معروفة على المستوى الجهوي والوطني. ما غاديش ننساو أيضا الحضور الأول مرة المنطقة ديال الأطلس في شخص الفنانة الكبيرة فايزة أطلس اللي غادي تحضر لهذه المدينة، وبالتالي وصلنا للمستوى الوطني اللي
غادي تشرفنا فيه بطبيعة الحال فنانة كبيرة جدا، واللي الانتماء ديالها للصحراء كيشرفنا أننا نستدعيوها، على اعتبار العلاقة الوطيدة بيننا وبين الصحراء المغربية والحب ديالنا لهذه المنطقة. فسعيدة شرف غادي تكون ضيفة شرف ديالنا في هذه يعني الدورة إن شاء الله، وبعد مجموعة أخرى من الفنانين. الشق الثاني اللي قلت اللي هو كاين داخل البرنامج ديال الأنشطة الموازية. برنامج الأنشطة الموازية اللي غادي يكون انطلاقة ديالو ابتداء من 18 هذا الشهر إن شاء الله، اللي هو المعرض الأول للصناعة التقليدية. وهذا بطبيعة الحال الصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية، وهذا بطبيعة الحال جاء بالمساهمة ويعني والضغط اللي داروا الإخوان على رأسهم، المساهمة اللي دار فيها المجلس الجماعي والأخ عضو الغرفة ديال الصناعة التقليدية السي اسلام زنيبيح، اللي هو المكلف بكل ما يتعلق بالمعرض. أيضا غادي يكون مجموعة من الأنشطة الثقافية، على اعتبار أن غادي تنظم واحد الندوة يعني تتهم الذكرى اللي هي عزيزة على كل المواطنين المغاربة، ألا وهي ثورة الملك والشعب، اللي غادي يكون من بين المساهمين فيها أبناء هذه المدينة هذه، اللي هو الدكتور بن عمي والأستاذ مصطفى العسري. وسيتم من خلالها تكريم أحد رموز المقاومة. هذه التفاتة لابد أن أشير إليها، أحد رموز المقاومة الوطنية داخل هذه البلدة، اللي هي الرجالات ديالها في جميع الميادين كاينة، ألا وهو الحاج حسين شلاح، اللي كان آخر المقاومين اللي باقي عايش لحد الساعة. فالدورة أبت إلا أن تدير له واحد التكريم إن شاء الله، بشراكة بطبيعة الحال مع المجلس الجماعي والسلطات المحلية. أيضا كاين في اطار الاهتمام بالشباب دورات تكوينيه في الاسعافات الاوليه، لان حنا هذا الشيء ماشي فينا ودرنا اعتباطي. المنطقه ديالنا كتعرف مجموعه كبيره ديال يعني حوادث ديال السير ديال الدراجات الناريه، وعندنا واحد النسبه كبيره جدا عند التواصل ديالنا مع الامن الوطني او الدرك الملكي، فاعطونا نتائج اللي هي مخيفه جدا. وبالتالي فاحنا لابد نساهم شويه في هذه الاسعافات الاوليه اللي غادي تكون دورات تكوينيه بطبيعه الحال من تنظيم او بشراكه مع الهلال الاحمر المغربي. ما غاديش ننسى ايضا اننا كنعيشوا السنه او السنه 20 لتاسيس الجمعيه، وبالتالي فهذا غادي نعتبروه سنه باش نديروا التكريم من مجموعه من المؤسسين الحقيقيين اللي اسسوا هذه الجمعيه منذ سنه 2003 تقريبا، واللي استمر العطاء ديالها دون توقف. ايضا في الانشطه الموازيه كاين واحد ما يسمى بأمسية الوفاء للرواد، وهذا الرواد اللي كنعتبروهم حنا رواد حقيقيين للمستقبل ديال ولاد برحيل. شكون هما هاد الناس؟ اللي هما المتميزين على المستوى الدراسي كأعلى معدلات في هذه المدينة في المؤسسات التعليمية، الذين سيتم تكريمهم أيضا في إطار فعاليات هذا المهرجان. كما سيتم تكريم أطر أخرى متميزة أعطت الكثير وتعطي في صمت هذه المدينة، لأطر صحية، أطر إدارية، وأطر في مختلف الميادين الرياضية وميادين أخرى اللي هي كتعطي في صمت. وحنا هذا المهرجان هو كيبقى كما قلت لكم هو واحد اللقاء سنوي اللي كيشمل ما بين الثقافة وما بين الفن وما بين الترفيه للجميع الساكنة ديال ولاد برحيل بدون استثناء. وغادي نختم لكم هذا الكلام ديالي، نتمنى اننا نكونوا ان شاء الله في مستوى الحدث، ونتمنى ان الساكنه تلبي الدعوه وتجي دوز واحد الايام اللي هي ايام جميله جدا ان شاء الله اللي كنتمناو. وغادي نختم بكلمه بان المقاطعه اللي بغا يقاطع يقاطع، ولكن ماشي من حقهم يحبسوا الناس اللي بغاو يجيو ويمارسوا الحريه اللي كيامن بها الدستور المغربي